معكم دكتور سعيد. الآن الكلام عن الميقات المكاني، وربما الكلام عليه أكثر من الكلام على الميقات الزماني، لأنه لم تستجد في الميقات الزماني كما استجدت مسائل في الميقات المكاني وغير ذلك مما سنعرفه إن شاء الله في هذه الحلقة معكم. بداية، كيف يكون الميقات المكاني؟ بسم الله والحمد لمن لله يريد والصلاة والسلام على رسول صلى الله الله. عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الجامع: خذوا عني مناسككم، كما قال أخي محمد قبل حين: الحج عبادة. نعم. وهذه العبادة فيها عبادات مختلفة. فإذا كان الحج أشهرا معلومات، لا يمكن الإنسان أن يحج إلا في هذه الأشهر، إلا في هذا الزمن المحدد. فلا يصح الإنسان أن يجتهد فيحج وينوي الحج خارج الميقات الزماني، شوال وشهر ذو القعدة، وكذلك ثلث تقريبا من ذي الحجة، يعني إلى غاية 10 من ذي الحجة. طيب، بالنسبة للمواقيت المكانية، تفضلتم في بداية هذا اللقاء أثر ابن عباس بقراءة ذلك الأثر لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فنبينا صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت، قال وقت هذه الحدود المكانية التي لا يجوز للحاج أو للمعتمر أن يتجاوزها. هذه الحدود، فرونتير ولا ليميت، هذه الحدود لازم يحترمها كي يوصل ذلك المكان، ثم يعقد النية، يبرم النية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ثم اللي يدير النية، هل طريق يروح بالعمرة، إذا كان اللي يروح بالمتمتع، الطريق يعني بنسك حسب اختلاف النسك، إما نسك التمتع أو الإفراد أو القران. لعل الحديث يأتي عن هذا الموضوع للتفصيل. نعم. لأنه نفتح قوس أخي محمد صالح، ولا شك أنه الشيخ محمد يعني يؤكد ذلك. نعم. بعض الحجاج لا يفرقون، حتى كتسقسيه في بيت ربي: كيفاش جيت؟ يقول لك: جيت نحج، يعني جيت نحج والسلام. فبالتالي المعرفة، كما قال أخي محمد في مقدمة حديثه، معرفة الأحكام الشرعية الضرورية أمر لازم. إذا كان نجد حاجا يدرك جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، ربما يعرفها بتفاصيلها، ولكن يهمل هذا الجانب، هذا أمر لا يقبل حقيقة، لكي لا يكون في حرج، لكي لا يخالف يعني الأحكام الشرعية في أدائه لهذه الفريضة. وبعض الحجاج حينما يعود إلى البلد ربما يحضر جلسة من الجلسات العلمية ويظهر له أنه أخطأ خطأ، وبعدين هذاك يولي يعني يكون مدخلا خطيرا للوسواس، يولي يشك، وربما يقول لك: الحج نتاعي ماهوش مقبول ولازم نعود العام الجاي إلى آخره. من هنا نقول: حسن النهاية من حسن البداية. أعود إلى الموضوع، موضوع المواقيت. هذه المواقيت كما حددها المصطفى صلى الله عليه وسلم. أذكر بعض التفاصيل، ولكن قبل ذلك مثلا الحجاج اللي يجوا عن طريق المدينة المنورة، راهم موجودين في المدينة المنورة، حتى اللي كانوا خارج موش من أهل المدينة. نعم. ولو جايين من أي بلد، من أي قطر كان، راهم في المدينة المنورة وهم قاصدين بيت الحرام للحج. نعم. يوصلوا إلى الميقات، طبعا بعد دخول الميقات الزماني، لازم كي يوصلوا إلى الميقات المكاني الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميقات ذو الحليفة، ويسمى بيار علي. كي يوصل هذا المكان، في هذا المكان بالذات، في هذا الميقات المكاني الذي لا يجوز أن يتجاوز، هناك يبرم الحاج نيته في النسك الذي اختاره، إما متمتعا أو قارنا، يعني يقرن الحج مع العمرة، أو مفردا، يعني يدخل عن طريق الإفراد، يعني يقصد الحج فقط. المهم هذه ربما تأتي في فرصة أخرى. في هذا الميقات المكاني، طيب، هو ممكن يكون يلبس لباس الإحرام، خاطر بعض الناس يعتقدوا الإحرام معناه كي يلبس، بالنسبة للرجال يلبس هذيك الفوطة هذيك خلاص. ولكن حتى لو كان يلبسها في المدينة، يلبسها في الفندق، يعني في محل الإقامة. ولكن إبرام النية كي يوصل إلى ذلك الميقات المكاني، إذا كان فريضة موجودة، مثلا وصل وقت الظهر أو العصر، هذا يجزي. صلاة الظهر أو صلاة العصر بعدها مباشرة يعقد النية في النسك الذي يختاره. طيب،
إذا كان جاء في غير أوقات الفريضة ثم يصلي ركعتين بشرط ما يكونش يعني في وقت النهي، مثلا بعد العصر، ولا إذا كان في وقت النهي فليس شرطا، ليس شرطا أن يؤدي تلك النافلة أو ركعتين يعني قبل أو ركعتي الإحرام إن صح التعبير. المهم ذو الحليفة هنا بيار علي هذا هو ميقات أهل المدينة ومن جاء من هذا الطريق برا أو جوا. طيب، وميقات ذو الحليفة أو بيار علي هو أبعد ميقات عن مكة المكرمة، 400 كيلو، 450 كيلو تقريبا. طبعا هذه الأرقام التي سأذكرها تقريبية، ممكن تزيد كيلومتر ولا تنقص ولا. إذن 450 كيلومتر اللي بعد هذا الميقات المكاني ذو الحليفة عن مكة المكرمة، عن الحرم 450 كيلومتر. ثم يأتي ميقات الجحفة هو ميقات أهل الشام، ميقات أهل المغرب، ميقات أهل مصر. هذا أيضا يبعد حوالي 183 كيلومتر تقريبا. يعني هذه من التقديرات التي نجدها، يعني قدرها أهل الشأن في هذا الباب، ولكن هي تقديرات تقريبية. 183 كيلومتر تبعد عن الحرم الشريف. وكذلك قرن المنازل اللي هو ميقات أهل نجد والعراق يأتي في ذات عرق. هذا قرن المنازل بجوار مدينة رابغ، هذا يبعد 75 كيلومتر، وهو ميقات أهل نجد ومن مر من ذلك الطريق. ثم يأتي ميقات يلملم. ميقات يلملم هو ميقات أهل اليمن، ميقات أهل اليمن، ويسمى ميقات السعدية. يعني ربما بعض الحجاج يقرؤون في بعض الكتب يسميه ميقات السعدية، كيف يلملم بين قوسين ميقات السعدية، وهو ميقات أهل اليمن يبعد 92 كيلومتر. ثم يأتي ميقات ذات عرق، هذا ميقات أهل العراق، ومن مر من هذا الطريق يبعد حوالي 94 كيلومتر. أما أهل مكة ميقاتهم طبعا من مقر إقامته، يهلون منها. نعم. إذن دكتور، هذه بالنسبة الآن ما استجد على هذه من مسائل فقهية في هذا الشأن، كالإحرام من الطائرة، الإحرام في البحر وغير من ذلك، فماذا تبدون في هذا الموضوع؟ في الحقيقة أخي محمد صالح في حرج يعني يقع فيه الكثير من الحجاج. معليش يعني نذكر هذا، شكرا على سؤالك. استجدت الآن وسائل عصرية في نقل المسافرين في سواء للحج أو لغير الحج. فبالتالي الزمان كي كانوا يمشيوا في برا باين يوصل الميقات المكاني معلوم بسيط، ولكن الآن مع استعمال الباخرة واستعمال الطائرة، لذلك هو المطلوب من ناحية الفقهية محاذاة ذلك الميقات. معليش نشرح هذه المسألة، ربما تهم جميع المسلمين، خاصة لأهل المغرب يعني. نعم. ولمن جاء عن هذا الطريق. طيب، اللي جاء من هذا الطريق الذي استطاع، طبعا قائد الطائرة عادة طبعا وهو المعروف يعني يطلق كلاما موضحا ميقات الإحرام المكاني قبل الوصول إليه. يقول مثلا قبل كذا دقيقة نصل ذلك المكان. يفترض لأن المحاذاة تكون سريعة جدا. بارك الله فيك، لأنه الطائرة سريعة. الطائرة سريعة، فبالتالي قائد الطائرة يخبر الحجاج بالميقات المكاني. فالحاج يتهيأ. طيب، اللي كان لابس لباس الإحرام واللي كان على وضوء يقدر يصلي ركعتين، ويقدر بمجرد النطق قائد الطائرة يقول خلاص وصلنا الميقات، يعقد النية، والنية محلها القلب. ماهوش حتى يقول لبيك اللهم حجا ولا لبيك اللهم عمرة، يعني بلا ما يقول هذا الكلام. النية محلها القلب، يعقد النية والنية محلها القلب. طيب يا سيدي، ولكن إذا ما قدرش الإنسان، خاطر بعض الناس يقول لك أنا ربما فاتني الوقت ولا لازم لي الوضوء، وبعض الحجاج أو فاته الإحرام. نعم. وبعض الحجاج يعني يحرجون يعني ركاب الطائرة، يحرجون الحجاج بالنهوض فجأة بمجرد ما يسمعوا كلام قائد الطائرة. وكثيرا ما حصل هناك شبه زلزال في الطائرة، يعني حينما
يعني تتحرك الطائرة قد تفقد توازنها بسبب تلك الحركة المفاجئة القوية من قبل مجموع الحجاج وهم في السماء، ناسين باللي راهم في السماء مش في الأرض. لذلك الفتوى التي صدرت والتي اعتمدت عند كثير من العلماء مفادها جواز الإحرام من أول يابسة. نعم. لا حرج، الحرج مرفوع. يعني كي يوصلوا الجدة ينزلوا للأرض ثم يروحوا يديروا الإحرام تاعهم ويعقدوا النية وليس في ذلك حرج.